بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باسم الهيئة المديرة لجمعية البركة وباسم الحضور الكريم أحيي ضيوف غمراسن الأخ صلاح الدين تقاز مدير ديوان السيد وزير النقل، السيد أحمد بوبيلة الأستاذ، وأستاذنا الدكتور عبد الله الصيف، وضيفنا العزيز أحمد العماري عضو المجلس الشورى في حركة النهضة. أحييهم وأتشرف بالسلام على الأخ مراد عاشور ولي تطاوين وكافة المسؤولين والإداريين الجهويين والمحليين. شكر موصول لكل هؤلاء لأنهم أولا شرفونا بالحضور لمواكبة افتتاح نشاط جمعية البركة الخيرية، وخاصة لمشاركتهم إيانا في استقبال وتكريم الأخ المناضل المنصف بن سالم ضيف غمراس المبجل ووزير التعليم العالي. ولو أننا كما قال الأخ محمد لم ندعوه بصفته الوزارية، لأن الوزارة مسؤولية زائلة، ولأن الوزارة تكليف كما نراها ويراها تكليف وليس تشريفا. دعوناه لتوقيرنا لعلمه، فهو الدكتور في الفيزياء النووية، وهو الدكتور في الرياضيات، وهو الأستاذ الجامعي، وهو العضو في كثير من اللجان العلمية العالمية. دعونا فيه نضاله وصبره وعدم خنوعه ورضوخه رغم الترغيب والترهيب الممارس عليه طيلة عقود. دعونا فيه الصابر الذي لا يتخلى عن مبادئه مهما كانت الظروف العسيرة. لا نزكيه على الله طبعا، ولكننا نحسبه كذلك، ونحسبه مباركا على جمعية البركة في افتتاحها إن شاء الله. شكرا سيدي على الحضور، وبارك الله فيك في تشريفنا في افتتاح نشاط هذه الجمعية. جمعية في الواقع جذورها ممتدة إلى 2006، كانت تعمل، بعض أعضائها كانوا يعملون في السرية لتخفيف آلام المحرومين، عندما كان النشاط الخيري والنشاط الجمعياتي بصفة عامة لا يخرج من إطار السلطة، وما خرج عن إملاءات السلطة فيعتبر خروجا وشقا لعصا الطاعة. والحمد لله أن قيض لنا الله زمانا ومكانا نستطيع أن نتكلم فيه بحرية. مجموعة مؤسسة لهذه الجمعية لا تدعي أنها ستتفرد بأهداف أو بوسائل عمل عن باقي الجمعيات الخيرية أو التنموية في البلاد، ولكنها مجموعة لها هاجس العمل التطوعي، ولا هاجس حب الخير ومنفعة الآخر، وخاصة نبذ السلبية المقيتة التي كانت سائدة وقد فرضت علينا. كذلك مجموعة تريد الاستفادة، أيما استفادة، من قوانين البلاد والقوانين الثورية في بعضها، وخاصة المرسوم الرئاسي عدد 88 لسنة 2011 المنظم للعمل الجمعياتي، والذي يعطي هامشا كبيرا من الحرية والاستقلالية للجمعيات بحيث يصبح العمل التطوعي والعمل الخيري مغري. كذلك أراد بعض أعضائها والذين اكتسبوا دربة وخبرة من محنة الإخوة الليبيين والمصريين عندما احتضنهم أهالي غمراس وفتحوا لهم بيوتهم وصدورهم، مجموعة تصدت لتنظيم العملية الإغاثية، وهي الآن في صلب جمعية البركة. نريد أن ننفذ أو نوظف هذه الخبرة وهذه الدربة في العمل الخيري المبارك إن شاء الله. إذن نمد أيدينا وصدورنا ونفتح صدورنا لكل الهيئات والمنظمات ولكل النفوس الخيرة التي تتوق لفعل الخير والتي تعمل لآخرتها بالبذل في دنياها، بدون أن ننسى أناسا هيئات ساعدونا، بدأوا مباشرة في المساعدة منذ تكوين الجمعية. وأخص بالذكر هنا جمعية تواصل، تلك الجمعية التي تأسست في فرنسا ولكن تجاوزت القول إلى الفعل، وبدأنا فعلا النشاط الجماعي مع جمعيتين مع بعضنا، وخاصة ربما في الحملة الأخيرة التطوعية والخيرية التي قمنا بها في آخر شهر رمضان، والتي سميناها فرحة العيد. كذلك
نشكر الإخوة الأفراد الذين ساعدونا، وأخص بالذكر هنا الأخ محمد شلغوم الذي ما فتئ يساند الجمعية. فأقول حي على الفلاح، حي على العمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.